عارفين قايمة IMDb لأفضل 250 فيلم في التاريخ؟ عمرك سألت نفسك مين أكتر مخرج عنده أفلام في القايمة دي؟ بس قبل ما أقولك ما تنساش تعمل لي فولو عشان 99% اللي اتفرجوا مش عاملين فولو. القايمة دي صعبة وقوية قوي لدرجة إن أنا عندي 2 مخرجين جامدين هما ديفيد فينشر وتارانتينو، واحد عنده 3 أفلام وواحد عنده 5 أفلام، ولكننا عندنا منافسة عنيفة قوي على رقم واحد، أكتر مخرج عنده أفلام في القايمة يتشارك فيها 3 مخرجين ب7 أفلام. أول مخرج هو الأبسولوت سينما بنفسه مارتن سكورسيزي، والسبع افلام بتوعه هم كاسينو، ريجينج بول، شاتر ايلاند، تاكسي درايفر، جود فيلس، ذا ديبارتد، وذا وولف اوف وول ستريت. تاني مخرج معانا في الثلاثة الأوائل هو كريستوفر نولان، والسبع أفلام بتوعه هم ثلاثية ذا دارك نايت وانسبشن وانترستيلر وميمنتو وذا برستيج. آخر مخرج معانا في الثلاثة الأوائل وأنا سبته في الآخر عشان هو أكتر مخرج بحبه، ستانلي كوبريك، واللي عنده 2001 سبيس أوديسي، كلوك وورك أورنج، ذا شاينينج، فول ميتال جاكيت، باسس اوف جلوري، دكتور سترينج لاف، وباري ليندن.